شهيد جندنا نامنا وينوالنا ستبقى أرواحكم رمزا لبقائنا. توجه به وجهاءنا الكرام مع احترامي الشديد. تراها إدارتنا وشعبنا اتجاه هذه الهجمات التي قامت بها هيئة تحرير الشعب بما تسمى جبهة النصرة. ما هي موقف الإدارة وما هي السلبيات؟ فإن تنظيم هذا اللقاء الذي يمثل وجهاء المجتمع تفعيل دور الوجيه. عندما يكون الوجيه فعالا يستطيع أن يعمل شيء لهذا الشعب، والوجهاء هم اللبنة الأساسية في المجتمع. وعندما يكون هذا الدور الفعال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا أردنا أن نعمل بجدية فيجب أن يكون لنا ظهر نستند إليه. نحن كوجهاء بندخل في صلحة، بنروح على فلان من الناس. خاطرنا شوي وجزاكم الله خيرا. مننا يخضع نفسه يخضع الثاني، كل من يخضع نفسه يخضع الثاني. أنت إذا كان ماذا صالح بعدك شلون بدك تنصحني؟ كل من يخضع نفسه فالصلح النفس تخضع الثاني. وشرعنة تنظيم هيئة تحرير الشام جبهة النصرة التي تمثل فرع القاعدة في سوريا والمصنفة منظمة إرهابية من قبل دول العالم من خلال السماح لها للتمدد في منطقة عفرين المحتلة والسعي لدخولها للمناطق السورية الأخرى المحتلة من قبل تركيا. المؤامرة لم تنتهي على الشعب السوري وخاصة من قبل تركيا، وانطلاقا من مسؤوليتها السياسية والاجتماعية نحن كوجهاء وممثلي العشائر في الشهباء وعفرين يجب فضح جرائم وألاعيب الدولة التركية في المناطق المحتلة وخاصة عفرين وباقي مناطق الشهباء المحتلة، وتوعية الشعب بأن الفصائل المسلحة المرتبطة بالدولة التركية كلها أسوأ من بعضها، فهي إما تمثل ذهنية قطاعي الطرق أو ذهنية قطاعي الرؤوس، كما يجب أن نتصف بالحكم والابتعاد عن العصبية والانفعال أكثر من أي وقت، والمحافظة على التماسك الاجتماعي ومواجهة أساليب الحرب الخاصة التي تعمل على زرع الفتنة بين الشعب السوري. ونتيجة لوجود التحالف الدولي وروسيا على تراب سوريا ضد داعش، ولكن المخطط الأردوغاني ومرتزقته من النصرة والقاعدة ما هو إلا احتلال جديد للأراضي السورية وإفشال مشروع الإدارة الذاتية. إن الفصائل الإرهابية المتواجدة في شمال وغرب سوريا لا سيما في عفرين ترتكب أبشع الجرائم بحق أهلنا هناك. ندعو التحالف الدولي وروسيا والقوى الديمقراطية والمحبة للسلام لبيان موقفهم تجاه هذه القوى الإرهابية وبشكل خاص في عفرين. ويجب أن تبدأ حملة بقيادة قوات سوريا الديمقراطية لتحرير شمال غرب سوريا من هذه القوى الإرهابية لبناء سوريا ديمقراطية وفق اتفاق عربي كردي. وندعو أهلنا في الشهباء من نازحي عفرين قسرا ومقيمين لمزيد من الوعي والتماسك لمواجهة مخططات أعداء الشعب السوري ودعم جهود تحرير الأراضي السورية المحتلة. يا بيشمتيا دولة ترك و هولدانان هزندن انجي تشيني انجي هاني وكا روسيا و تشينيبا جبو رابن و هكمونيه بارفا بكن و رين روجلاتا نافين بتايبت سوريا بكن
قادك سرك جبو پفچونن خو ج ريزا پارچکرنا شر روسیا و اوکراینیه جی جبو اوناخکه دن ببینن او پفچون بنا سدما هجمارك راكور و پنابر و کوچبران و روشا جهان خسته بر احتمال روبرو قیرانان و ویران کرنه هگمونیا دولتا ترک دبن سیوانا حکومتا عدالت و هگمونی آکبه